أرواح تحملونها بين أجسادكم الخبيثة. أما شبعتم قتلا وإفسادا وما علموا أن أهل الشام يبنون شيئا أعظم من ذلك. أما بعد، معاشر المسلمين وأحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، معاشر من آمنتم بالله ربا وبالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن العظيم كتابا هاديا من عند الله منزلا. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن يضروكم إلا أذى. نعم، لن يضرون إلا أذى. تتوالى المكدرات والمنغصات على الشعب السوري المنتصر، الشعب السوري المنتصر، ذلك الشعب المكلوم الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتوالى المنغصات والمكدرات على هذا الشعب الأبي الصابر المحتسب القوي بإيمانه بإذن الله عز وجل. مع بداية شهر رمضان تستعر فلول النظام المجرم وتغدر بمن أعطاهم الأمن والأمان، وتقتل المئات من المجاهدين من الأمن العام والجيش السوري الجديد. ثم كان ما كان وتم سحقهم وإلجامهم بفضل الله عز وجل، والمجاهدون متربصون بهم بإذن الله عز وجل. ثم تابعنا ورأينا وشاهدنا بقلوب منفطرة استمرار الحرب الوحشية الصهيونية على أهلنا المستضعفين في غزة، تلك الحرب التي لا يعرف فيها أولئك الصهاينة أي أخلاق من أخلاق الحرب، لم يعرفوا حتى أدنى أخلاق الإنسانية. أولئك الصهاينة الذين أفسدوا وأجرموا وقتلوا ونكلوا وأزهقوا الأرواح البريئة، وجعلوا ذلك السجن الكبير غزة جعلوه مقبرة لا يوجد فيها حجر على حجر. ثم تتوالى المنغصات، وقد رأينا وشاهدنا الاعتداءات الصهيونية على أهلنا في درعا، وقد شن الطيران الإسرائيلي الغادر المئات من الغارات على مطارات سوريا لتدميرها، وعلى الثكنات العسكرية ومستودعات الأسلحة التي ورثها الثوار الحقيقيون المجاهدون، التي ورثها الثوار الأبطال من ذلك النظام البائد الذي كان حصنا حصينا لأولئك الصهاينة. يشنون الغارات تلو الغارات بالمئات، يدمرون الأسلحة التي أصبحت في الأيدي الحقيقية التي تعرف كيف توجهها بإذن الله عز وجل، تعرف كيف تدافع بها عن المستضعفين من أهل الشام بإذن الله عز وجل. يشنون الغارات، مئات الغارات، يدمرون تلك الأسلحة أو ما تبقى من تلك الأسلحة التي كانت توجه نحو صدور المستضعفين في سوريا. نعم، يشنون الغارات ليدمروها، وما علموا أن أهل الشام يبنون شيئا أعظم من ذلك، يبنون الإيمان بإذن الله عز وجل في صدورهم وفي قلوبهم، وبه ينتصرون بإذن الله عز وجل. أيها الصهاينة المجرمون، تقتلون الأبرياء في مراكز الإيواء واللجوء، لا ترعون فيهم إلا ولا ذمة، أوراقكم خاسرة. تقتلون أولئك الأطفال والنساء والآمنين في مراكز الإيواء على أقل تقدير،
تقطيعا وتمزيقا لتلك الأجساد البريئة، أجساد الأطفال، وقد قتلتم الآلاف المؤلفة. تقطيعا وتمزيقا لتلك الأجساد النحيلة من النساء والرجال الذين أضناهم الحرب والتجويع وسفك الدماء، وهم يبحثون عن ما يسد رمقهم ورمق أطفالهم من الجوع. من أي طينة أنتم أيها الصهاينة؟ أي أرواح تحملونها بين أجسادكم الخبيثة؟ أي أرواح خبيثة تحملونها في أجسادكم الخبيثة؟ أما شبعتم قتلا وإفسادا؟ أما شبعتم تدميرا؟ أما شبعتم إزهاقا للأرواح البريئة؟ أما شبعتم غطرسة واستكبارا وغرورا؟ ولكن هيهات هيهات، عاقبة الظالمين أليمة. إن كنتم قد درستم التاريخ جيدا وتقرؤون الحاضر جيدا، عاقبة الظالمين أليمة، وسنن الله عز وجل لا تحابي أحدا. سنن الله لا تحابي أحدا، وعاقبة الظالمين معجلة في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله عز وجل. وأقول لكم أيها الصهاينة ما قال الله فيكم: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فاحفظوها جيدا، نحن نعلم أنكم تحفظونها، ولكن لم توقنوا بها، ونحن قد حفظناها وأيقنا بها بإذن الله جل جلاله، وإن غدا لناظره قريب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.